لليوم الثالث على التوالي يواصل إداريو وزارة التربية بمدينة المنستير إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مهنية اعتبروها ضرورية، ومهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقفة احتجاجية نفذها إداريو وزارة التربية بالمنستير على خلفية مطالبتهم بتفعيل اتفاقية 2011 المتضمنة للمنحة التربوية وتثمين الشهادة العلمية واحتساب سنوات التعاقد وغيرها من المطالب المهنية. عملنا إضراب ل 29 و 30 10. بعثنا له برقيه نتاع الاضراب، ما ناداش النقابه العامه نتاعنا وحكى معاها ولا سال علاش. بعد ما نفذنا الاضراب كيف ما ناداناش. حسب الفصل 35 احنا اولاد التربيه، لذا لنا الحق في المنحه التربويه وفي جميع الحقوق اللي يتمتع بها القيم والمعلم والاستاذ. نؤكد على المتصرفين والموظفين المتعاقدين الذين لديهم 6 و8 و10 سنوات في صفة المتعاقد. نطالب سيد الوزير باش يمتعنا بمنحة الريكوفرمون الاستخلاص على غرار وزارة المالية. زملائنا وزارة المالية يخدموا في نفس المعهد كيفهم، هم يتمتعوا بمنحة المسؤولية واحنا لا. ويبقى الإضراب مفتوحا إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم حسب قول المحتجين. الإداري اليوم مستعد للتصعيد إذا كان ما جاوبوش علاش ما همشوا، علاش ما احتقروا، علاش ما تثمنش الشهائد نتاعو، علاش ما تنزلوش من ساعات العمل. راهو الإداري راهو ركيزة أساسية في وزارة التربية. نحن نخدموا كل شيء ونقوموا بكل شيء ومر علينا كل شيء وما نتمتعوا حتى بشيء. راهو الظلم، والظلم راهو ما حبش عليه ربي. فهل سيبقى مسلسل الإضراب والاحتجاج متواصلا بوزارة التربية في أهم فترة يمر بها الولي والتلميذ؟